السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الفيديو ده مختلف شويه لان انا مش حاطط سكريبت، تمام، ومش عارف ايه العنوان اللي هحطه الفيديو. يعني انا عايز فكره اوصلها وبعد كده بنشوف العنوان ده بعدين. والمونتاج انا مش عايز اعمل مونتاج وبتاع واقطع، انا مش بعمل مونتاج كتير اصلا، بس برضه حته التقطيع دي مش عايز اعملها لان هي في فكره عايز اوصلها، تمام. فانت لو صاحب اتنشن سبام قد كده ومش مستحمل تكمل، فانت عامه مش هتكمل حاجه في حياتك، تمام. مش لازم كل فيديو ابص لك كده وارجع ورا وتلاقي حد طلع لك واكتب لك الكلام هنا تايتل على الفيديو والكلام ده، تمام. يعني انت حاول بقدر الامكان تجبر نفسك انك تكمل، يعني يمكن تستفيد، يمكن تطلع بمعلومه، يمكن تطلع بحاجه، باي حاجه في الحياه، تمام. فخليك معايا. يعني الواحد بيوصل لمرحله ان هو ايه، مش عايز يذاكر، تمام، مش عايز يعمل فيديو. يعني انا بعمل فيديو مش عايز اعمل فيديو، مش عايز انتخ، عايز اقعد امسك الفيسبوك وانستجرام واقعد سكول بس الانسان لما يصل لهذه المرحله مش هيعمل حاجه في حياته فعلا. ودكتور عماد رشاد عثمان، وده كان صاحب احببت واخدا وليه كذا بودكاست، دكتور جميل، دكتور نفسي، كان بيتكلم عن الفرق ما بين الرجل والصبي. الفرق ما بين حازم وهو عنده 12 13 سنه في 6 ابتدائي اولى اعدادي، الاعداديه بنين ثم الثانويه بنين، حازم هو في كليه صيدله جامعه المنيا. الفرق ما بين الاثنين دول فرق حوالي 10 سنين ما بين الاثنين دول. ايه الفرق ما بين حازم هو صبي، صبي حلو صبي، هو صبي، وحازم هو رجل. طبعا مش حازم يعني ايه، افرض اي شخصيه يعني. فكان بيتكلم ان الصبي يفعل ما يحب ونقطه، بينما الرجل يفعل ما يحب وما لا يحب. تاني، الصبي يفعل ما يحب بينما الرجل يفعل ما يحب وما لا يحب. وحط تحت ما لا يحب ده 100 خط، لان هو ده بيفرق الشخصيه المسؤوله اللي هتقدر تنجح او توصل لنقطه هي عايزاها، ايا كانت النقطه دي ايه. لشخصيه هزيله كسوله مش عارفه هي عايزه ايه، كل همه ان هو يقعد مع اصحابه او يقعد كل يوم يلعب بلاي ستيشن وخلاص، تمام. حتى دكتور مصطفى محمود كان بيتكلم في النقطه دي كلام نفيس صراحه، كان بيعلق على قصه طالوت وجالوت. قصة طالوت إن فشربوا منه إلا قليلا منه، كان دايما بيعلق على الحتة دي، فشربوا منه إلا قليلا منه. كان بيتكلم إن الإنسان دايما عشان يوصل للجنة بيعمل حاجتين: يقاوم ما يحب ويتحمل ما يكره. وهم دول الخلاصة اللي في هذه الدنيا، أن تقاوم ما تحب وتتحمل ما تكره. مهما زينا ومهما حاولت تدور على شروط قتل المذاكرة، مهما تدور على ان انت ازاي تلخص المادة وازاي تجيب كذا وازاي تجيب كذا، كل ده لا يخلو ولا ينفك عن هذين الامرين: تقاوم ما تحب وتتحمل ما تكره. هما دول الاثنين اللي لب الاساس الدنيا اللي انت ماشي فيها. وانت ماشي في الدنيا دايما، حتى لو ببداية اي حاجة، لو بدأت اي حاجة تلاقي نفسك عندك شغف وحماسة وبتاع، بس مع الوقت لا خلاص. يعني اليوتيوب اللي هو اكتر حاجه فيها شغف والناس عايزه تعملها وبتاع، انت ما فيديو 2 3 وبعد كده خلاص انت زهقت بصراحه، او مش عايز تعمل كل يوم، او مش عايز تنزل كتير، او تعبت، او شايف انه لا انا طب ما اشتغل شغلانه تانية، فاهم. بس هي دي الفكره، ان تقاوم ما تحب وتتحمل ما تكره. يعني الفيديو ده انا مش عايز اصوره، انا تعبان، انا حرفيا تحت عيني سواد، لو الكاميرا جايبه تحت عيني سواد، لان انا بحاول اذاكر واعمل فيديوهات وبعمل كذا حاجه مع بعض يعني، فمش عايز اصور الفيديو، انا تعبان بس لازم اصور الفيديو. هنا بقى النقطه اللي انا يعني بنصح نفسي وبنصحك، وبعمل اي حاجه عايز تاخد دي عايز تاخد مش عايز حاجه برضه از يو لايك. هي دي ان تقاوم ما تحب وتتحمل ما تكره. لو فضلت طول حياتك بتدور على شورت كات وبتدور على ريلز وانستجرام وفيسبوك ويوتيوب شورتس وكل ده عشان توصل للنجاح السريع، مش هتوصل لحاجه. لو ما تعودتش تقعد على الكتاب او تقعد على اللاب او تقعد في اي مكان لفتره طويله لوحدك من غير اي مشتتات ومن غير اي حاجه، مش هتوصل لحاجه، تمام. تفضل طول حياتك لو اتعينت او اشتغلت تفضل طول حياتك مرتبك ضئيل، مش هتتطور فيه مهما عملت. مهما قال لك سوفت سكيلز وكوميونيكيشن سكيلز والكلام ده كله، كل ده يجي مع التمرين والممارسه والتعب. مهما كنت صاحب موهبه مش بتطور في الموهبه اللي عندك، هتفضل تركن على جنب. عشان كده المجتهد يصل، لكن اللي موهوب فقط قد لا يصل، بل في الغالب لا يصل، تمام. فاللي انا عايز اقوله لك انك حاول بقدر الامكان تتعب وتذاكر، عشان انت لازم تذاكر،
دايما اقولها لنفسي على الاقل. بذاكر عشان لازم اذاكر، عشان هو مفيش حل تاني غير ان اذاكر. مفيش حل تاني، مفيش حل تاني غير ان انا اشتغل الشغلانه دي، مفيش حل تاني غير ان اعمل فيديوهات. تمام؟ انا مش بعمل كده بمزاجي. زي ما كنت بلزم نفسي اروح الجيم، كنت بروح الجيم ليه؟ عشان لازم اروح الجيم. ما فيهاش حل تاني. مهما تدور بتاع بروح الجيم عشان لازم اروح الجيم. ما اعرفش غير فاضل ان انا اروح الجيم بس. فاهم؟ ف مش عارف يعني الفيديو ده انا عملته عشان عايز اوصل الرساله دي. الفيديو ده من غير اي حاجه، تمام؟ هو كده اطلع من هنا لهنا، تمام؟ بس كده. فلو انت شايف انك لازم تتعب، انك لازم تشوف ريلز انستجرام وحد يطلع لك ويبص لك كده وينزل لك ويكتب لك تايتلز وبتاع عشان تشوف الفيديو وكده، كبر دماغك في الفيديو مع نفسك. فاهم؟ واعرف انك دايما لو بتدور على الحاجه دي مش هتصل لشيء. وللاسف معظم اللي بيدور حوالين النقطه دي مش بيصل. لكن انت عايز تتعب وتتحمل مقابل ان انت شايف نفسك بعد 3-4 سنين عايز تكون في البوزيشن الفلاني، وهتتحمل التعب والكد في مقابل ده، هو ده اللي هيعملك. لكن هتدور دايما على الشوط والجيلز والشوط كات مش هتوصل. بقول لك لو انت صبرت وبقى عندك الاصل اللي انت تعرف تبنيه هتصل، خصوصا في الوقت ده. لان للاسف الوقت ده ناس كتير مشتته، ناس كتير مش عارفه عايز ايه، ناس كتير بتجرب حظ في اي مكان. يعني هو يعمل ايه؟ يشتغل شهرين في مكان ويسيبه، ويروح يشوف حته تانية شهرين 3 ويسيبها، وهكذا. لو انت استمريت في حته كويسه، حتى لو مهاراتك قليله، حتى لو امكانياتك قليله، بس في حته واحده فتره طويله هتصل. تمام؟ يبقى ملخص الفيديو ده عشان احنا جبنا 7 دقايق: قاوم ما تحب وتحمل ما تكره. بس مش عارف الفيديو ده بس ان شاء الله هينزل يعني، وبس كده. سلام.